طبق مكرونة من الآخر. لا تقولي لي بقى لحمة ولا فراخ ولا هعمل 1000 حلة، ده طبق مكرونة من الآخر هتعتمديه بقى، سواء في برد هيبقى حلو، سواء في حر هيبقى جميل جدا، وهتعملي جنبه كل الأكلات. بطاطس محمرة ماشي، كل حاجة ماشي جنب الطبق ده. أول حاجة نقول بسم الله ونقول مساء السعد والهنا على حبايب قلبي. هنجيب أول حاجة المكرونة المرمرية بتاعتنا، أو المكرونة المقصوصة زي ما بنقول. وتعالي هاتي ربع كيلو طماطم وقطعيه مكعبات، وقطعيهم على جنب، وحطي في الطاسة بتاعتك المكرونة الأول وبعدين الطماطم، وانزلي ببصلتين مبشورين. لو بتحبي طعم البصل في الأكلة دي هتبقى طعمها حلو قوي. وهاتي كمان بقى ايه لزوم السبايسي، قرن فلفل حراق وقرن فلفل رومي عشان يدي طعم حلو قوي للأكلة بتاعتنا. تمام كده. وهجيب بعد كده معلقة صلصة تدي طعم وعلو قوي للأكلة بتاعتنا، وهجيب ربع معلقة توم مفروم ونزليها كمان على الخليط الحلو بتاعنا ده. كده وخلاص؟ لا طبعا، ده لازم برضه نظبط الأكلة. هجيب مرقة ماجي، واحدة بس مكعب واحد، هنزل بيه على الأكلة بتاعتنا. طبعا احنا مش هنحط في الأكلة بتاعتنا لا لحمة ولا فراخ. هنزل بعد كده ب3 4 معالق زيت، مش هنحط سمنة برضه عشان تبقى بتلمع وجميلة كده معانا. وهجيب مقدار كوباية مية مغلية، يعني قد ما هتحطي مكرونة قد ما هتحطي مية، لو حاطة كوباية مكرونة هتحطي كوباية مية. وطبعا مع التقليب ومع انتي برضو بعينيكي وبنظرك شايفة الأكلة دي هتستوي بقد ايه، ممكن نزود مثلا نص كوباية مية كمان في حالة ان هي لسه داخلة في السوا. هنزل بعد كده بنص معلقة فلفل اسود وربع معلقة ملح، ما تزوديش في الملح لان انتي طبعا حاطة مكعب ماجي. وقلبي ده كله، وابتدي ان انتي غطيها وسيبيها على النار. الاول النار هتبقى عالية وبعدين هتوطي النار. شيلي بقى بعد كده الغطا بعدها بأقل من 7 8 دقايق، وشوفي المكرونة بتاعتك. المكرونة شربت كوباية المية كلها، فأنا هنا نزلت كمان زي ما قلت لكم بنص كوباية مية مغلية، وقلبت بالراحة عشان المكرونة بتاعتي ما تتهريش. وشوفي بقى الريحة وطعم كل الحاجات اللي انتي حطاها دي مخليها فعلا، لو هي اسمها مرمرية هي أحلى من المرمرية كمان. طعم مكرونة هيعجبك قوي. بعد ما سبناها كمان دقيقتين، يلا بقى نغرف وناكل احلى مكرونه هتدوقيها في حياتك. زي ما بقولك، سواء في البرد هتدفيكي انت والولاد، لو في الحر هتبقى اكله جميله جدا. اعملي جنبيها بطاطس محمره ويبقى كده عملت لهم احلى واجمل وجبه. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وافادتكم، ودايما يا رب اشوفكم في خير واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.